لن تكون مصر العراق، لن تكون مصر لبنان. وانا بقول كلام وقلته بقالي سنين شهور بقوله: اللصوص يحاسبوا، الوطن يستمر. حقيقة انا بفجر النهاردة قنابل بالمستندات، لأن هناك أيد خفية كانت تريد أن تهدم الدولة ولا تزيل النظام. الأيدي الأجنبية كانت تريد أن تهدم الدولة. فما ذكره المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم في أن هناك أيد أجنبية تحاول تدمير الوطن وتحاول تقسيم مصر وتحاول جعل مصر دولة ضعيفة وتطبيق نظرية الدولة الضعيفة، أي الدولة المترهلة، أي الدولة المهلبية، الدولة المهلبية السايبة يعني. سأفجر اليوم ومعي زميل إعلامي بالمستندات، الأمور بالمستندات، احنا ما بنتكلمش كلاما جذافا. كل اللي أنا بطلبه أن الشعب ينتفض من أجل الوطن، وليس من أجل فئة ولا اتجاه ولا جماعة ولا حزب. الانتفاض من أجل الوطن، والانتفاض صفا واحدا خلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلف الجيش المصري مع الشرطة المصرية، لكي نعيد الأمن والاستقرار إلى الوطن وينطلق الوطن وتنجح الثورة. معي أيضا 2 من الشباب يؤمنون إيمان اليقين بأن المخطئ يحاسب ولكن لا يهان. هم مؤمنين تماما بأن القانون فوق الجميع، من أول رئيس الجمهورية لغاية أصغر لغاية الغفير، ولكن يطبق القانون دون إهانة. مؤمنين بالثورة وهم يطالبوا الناس أيضا لكي تقف خلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة. حقيقة معايا الأستاذ ناجي أبو النجا، الصحفي والإعلامي والشاعر المعروف، وأول من فجر الأسرار في الثورة. كذلك معي أيضا الأستاذة إيمان العبد ولا العبدة؟ العبدة من الشباب المصري، والأستاذ كريم حسين أيضا من الشباب المصري. أهلا بكم يا فندم. أهلا بك يا فندم. يعني أستاذ ناجي، في البداية يعني أنا عايز أسمع منك كده كلمتين الأول في البداية، وبعدين نسمع من الشباب كلمتين، وبعدين نرجع لحضرتك تاني بقى بقنابلك وصواريخك بعيدة المدى. أنا ما في جعبتي أحزان. وأول المتهمين عصام شرف رئيس وزراء مصر، الذي لم يأتي من ميدان التحرير. امال جه منين؟ والذي من قبل ميدان التحرير وهو مع الليلة دي، وناس كتير جدا ما كنتش عايز اتعرض لأسمائهم مع الحدوتة. بعد الحلقتين اللي حضرتك عرضتهم، علما ان اول مرة كنت التقي، اولا حضرتك اهلا بيك وسهلا واتشرف بمعرفتك، يمكن ما كانش في سابق معرفة، ولكن انا عرضت اللي عندي فعلا على أمة لا اله الا الله، وجبنا الجبناء وامتنع المباعون، وكل واحد قفل قناته عليها اللي هي متوظفة لخدمة غرض ما، سواء بقى لحسني مبارك او للثوار الاحرار او للثوار التجار او للثوار الحقيقيين اللي ماتوا، واللي واحده منهم بتسرق امبارح في برنامج في قناه الميدان وجايبه ابنها محروق وتقول له النبي جيتنا يا اخ عصام، رجل الولد منتهيه، والتانيه ابنها بيعولها خد رصاصتين. والباشا من يوم ما انا عرفته في وزاره النقل افتكر شو اتعمل والفضائيات اشتغلت ونزل وزير النقل في قلب المترو يا اولاد والحق. واعلم ان السيد عصام من زمان حزب وطني وعضو في لجنه السياسات، واعلم ان في بلاغ قدام النائب العام ما اتحققش فيه لغايه دلوقتي، واعلم ان مفيش حد فوق القانون من اول رئيس الدوله لغايه امي وابويا لغايه انا. وانا صرخت من هنا وقلت له
مين اللي بيتكلم باسم مصر؟ عمرو حمزاوي، ألماني الجنسية، المشارك في مشروع الشرق الأوسط تفتيت مصر تفتيت الدول العربية. عمرو حمزاوي اللي الشباب من طنطا وعند شهود جم يطلبوه في نادي وقال لهم باخد 7000 جنيه المتاجة بالوطن. مين عمرو حمزاوي؟ ومين وائل غنيم اللي انا جايبه بيرقص وبيطبل عشان يبقى رئيس دوله؟ ما هو اوباما عايزه، اوباما عايزه رئيس دوله. ابوس ايدك يعني بعد اذن حضرتك، يا ريت النهارده انا عندي ماده وعندي كلام وعندي جوايا كتير. الدكتور يحيى الجمل بتدافع عنه امبارح، الدكتور يحيى الجمل مع الثوار الاحرار من سنه 2007 و2006 وعندي صور. بس انا بحب حمدة قنديل. انا بحب انا بعيد يعني بص يا استاذ يا دكتور توفيق، ممكن انت تبقى مع فلان الفلاني وانا ضده، انا لا يعنيني توفيق عكاشه ولا يعنيني عصام شرف ولا يعنيني النائب العام لو غلطان ولا يعنيني الجيش المصري لو في غلط، بس حافظ على الجيش المصري. انا يعنيني مصر. انا مصر ضاعت. الحلقتين اتذاعوا، انا كنت بكتب على النت ضد حسني مبارك ولسه ضد حسني مبارك وبطالب بمحاكمه كل الخونه، ولو طالبت باعدام هطالب باعدام مرات حسني مبارك وجمال مبارك. لو كان حسني مبارك فاسد فاحنا صنعنا هذا الفاسد، ولكن من لا مش احنا اللي صنعناه. بعد اذنك يا دكتور، جبن البشر. انا كنت بتكلم والناس ساكته. انا كنت بتعرض واكتب واتكلم وممكن يتحقق معايا، والشجعان اللي كل الوطن بقى شجاع. ما في نموذج شاب انت جبته امبارح، شاب بيفتخر بامه اللي بتبيع الفراخ، انت شغال الايام دي الفراخ الوز والبط، بيفتخر وانسان والنبي يا دكتور طالما مجتمع مريض انت بتتكلم يمكن انك راجل ريف وعايز توصل للناس. انا عندي هنا 50 الفقي وهو بيبوس ايد اسمه المغربي، وبطرس غالي موطي بيبوس ايد الست سوزان، والبوس المبوسه كانت شغاله. مش انت لو قالوا انت بوست فانت بوست، وفي غيره كان يا جدع قسما بالله ما بوس. يا علاء الطلاق لا تسكت. طبعا انا النهارده انا جبت اخري، انا والله جبت اخري. كل البشر باست وكلنا تحولنا الى كذابين ومحدش بيتحاكم، واللي موجودين اللي نزلوا في الميدان ناس مصريين طبيعيين ومحدش سائل فيهم الوقت، واللي موجودين في قلب الساحات والثوار الاحرار وائتلاف ما اعرفش مين، كل دول عملاء اتعمل فيها بلاغ. انا بقولها تاني، عملاء. وفي ناس بتبتز نسوان منهم، ومعايا ورق ومعايا اللي يمثل مصر يبقى مصري. مين عمرو حمزاوي؟ مين جلال فضل؟ مين فلان؟ مين علان؟ مين مؤتمرات بقى لها؟ انا لو هحاسب النهارده، انا جايب صور يهود المخطط الاستراتيجيات الحروب اللي قاعد دمر العالم كان ماشي في وسط الثوار في قلب ميدان التحرير، وعندي صوره وفيديوهاته، اللي هو برنر ليفي اللي خرج من مصر بعد اذنك، خرج من مصر على ليبيا على تونس على افغانستان، وده منشور يعني موجود بالمستندات. موجود. انا عندي بلد بتضيع، لا هينفعني عصام شرف ولا ينفعني النائب العام اذا لم يتخذ قرار. نجيب سويرس انا لحقت اول امبارح كان في مجزره لحقتها فجرا، وكان في ناس بتتمون عشان يتم احتجاج بين الجيش والشرطه، وفي النهايه اللي تبع حسني انت مبارك مقدم بلاغ على صفحه المجلس الاعلى ايوه، حطيت 4 بلاغات يلحقونا، هيحصل وهيحصل وهيحصل وهيحصل، واقل 250 واحد هيتذبحوا، والمجلس كان اكثر حنكه واتصرف ثاني يوم وعدت على خير. مين انا بحب المسيحيين، مسلم وكل اصدقائي مسيحيين، وقعدت مع صديق مسيحي ما عرفتش انه مسيحي الا بعد 10 سنين، عاطف حلمي اللي فروزها ليوسف، ويوسف هلال من انظف خلق الله اللي اشتغلت معاهم صحافه الله يرحمه، ولكن النضاف بيموتوا ويفضل على البرك كده هوت الهم. امال انت اشتغلت في قناه الجزيره ليه؟ يا سيدي اشتغلت في قناه الجزيره ليه؟ يا سيدي انا بشتغل، وحسين عبد الغني في قناه الجزيره بس راجل بحترمه ما تاخذنيش، وسمير عمر راجل محترم، وفي ناس كتير محترمين، والمصري بطبيعته محترم، وممكن اشتغل معاك وافضل على عقيدتي، انما مش طبال وما انا الشيخ ازهر اطلع في مبارك افتي والبس الطاقيه والجلابيه في التلفزيون المصري واخر النهار اقول كلام، ومانيش راجل الاعمال الملياردير اللي ابقى متهم بتهريب السلاح لمصر، ومانيش صلاح دياب اللي انا جاي هشتكيه في النائب العام اللي هو شريك جمال مبارك وعلاء مبارك في مصانع خمور وغيره، وشريك مجدي راسك، وما بتحققش معاه ليه؟ مين؟ صلاح دياب مثلا. ماله صلاح دياب؟ ما هو شريك جمال مبارك وفلان وعلان، وكان المتفق الاول على صفقه التمويل لحمله الوراثه ب 50 مليون. ما تحققش معاها ليه؟ ليه يعني؟ نجيب سويرس في 50,000 بلاغ ممشي مني،
من ناس كتير جدا في قلبي عند النائب العام، ما تحاش معاها ليه؟ طالما حزب بقت بقى ام السيد نجيب ساويرس هي الانتيم بتاع مدام سوزان مبارك في النوادي اللونز وغيره وبتاع، اشمعنى ما تقولش عليها عصر بقت؟ انا عايز افهم بقى البلد دي بتاعت مين؟ لا ده انت فكرتني، واحد كاتب على النت بيقول لك اصل ام توفيق الحاجه كانت بتزغط البط يا دكتور وكانت بتبيعه. يا دكتور قريتها؟ يا دكتور يا دكتور يا دكتور الاستاذ اللي كاتب هذا دكتور الكلام على فكره الهم اللي جوانا طيب. الهم اللي جوانا اكبر من الحلقه. طيب. يعني السبب اديني فرصه. اتفضل. الاساتذه اللي قاعدين كاتبين على النت وانت قلت لي، يقول لك اصل توفيق امه قد بتزغط البط والوز وتبيعه عشان تصرف عليه. ما يعرفش ان امي بنت فهيم بيه الفقي الحاصل على البهويه الرسميه من الملك، جدها مصطفى بيه الفقي ايضا بهويه من الملك، جدها الثاني السيد باشا الفقي اول نائب في برلمان مصر، واخد بال حضرتك، وعم ابوها عبد الحميد باشا الفقي اللي كان بيرعى تنظيم الضباط الاحرار، وبيقول لك ان ام انا كانت بتزغط بط ووز. ويا ريت يبقى السفاله بقى وصلت لغايه فين؟ انا افتخر اسال اسامه الباز، قول له امك كانت بتشتغل ايه؟ هو فاروق الباز الام البسيطه اللي طلعت 2 علماء مشرفين مصر. ما هي بتتقاس كده. اسال حسب الله القفراوي اللي هو جدي، قول له يا ابن الحاج محمد اللي كان متجوز اكتر من جوازه، اللي هو ابن الفقيره، اللي هو حسب الله القفراوي اللي التراب يقع من جزمته انضف من ناس كتير. اللي انا رحت له انا لاول مره، وبمناسبه اكمل لك، رحت له في واسطه وكان مصطفى كمال حلمي عايش، قال لي انا عايزني اوسخ لساني واطلب من فلان ده يا نهار اسود. طيب بمناسبه بعد اذنك يا استاذ ناجي، بمناسبه عدم الاحترام والناس اللي عماله بترمي الناس جزافا بالاسماء كده وهم مش عارفين حاجه ولا عارفين اصل الناس ايه ولا تاريخهم ايه وقاعدين عمالين يخرفهم، دي قصه هؤلاء الشباب اللي هم رافضين ان الناس تهزق حد. ولا انتوا يعني الشباب ايه بقى؟ انا قلت للشاب ده حاجه، ومش تبع حسني مبارك الشاب ده ومش تبع حسني مبارك ويدافع عنه هو انت بتدافع عن حسني مبارك؟ اكمل ليه؟ اكمل لك يا دكتور سؤال. بس انا فكرت طب عشان ما جايز شاف منه الخير. شاف منه خير في ايه؟ يا سيدي ما جايز انا ابن الست اللي البطه السوداء اللي شفت المر كله، ما كانت في ناس عايشه في نعيم، ما جايز الراجل ما شافش منه حاجه، هو حر. انت النهارده عملت ثوره عشان ابقى حر. انا ابقى حر حته بحته ولا حر امتلك حريتي في اتخاذ قرار؟ طيب من خلال وجهه نظر الاستاذ ناجي قول لنا فهمنا. يعني حضرتك دلوقتي كنت متضايق ان في واحد اهو، بس نعرف للناس انا كريم حسين ادمن صفحه انا اسف يا ريس، كويس؟ انت اللي عامل صفحه اسف يا ريس؟ ايوه يا فندم. اسف على ايه؟ هقول لحضرتك دلوقتي، اسف على الاعلان اللي حضرتك لسه بتهينه دلوقتي. حضرتك كنت متضايق انت كنت لسه بتهين اسف على فيروس سي اللي دمر الشعب المصري. رد حضرتك. حضرتك يا فندم كنت متضايق ان في واحد بيقول على والدتي حضرتك طبعا ان هي وكذا وكذا. طب انت يا فندم من لك وايه يعني ما تبقى والدتي كده ده شرف ليه؟ طب ده شرف. طيب وما حضرتك بقى عمال تشتم راجل عنده 83 سنه يا فندم، دي برضه مش عيبه؟ مش اهانه؟ طب والناس اللي عندها التهاب كبد وبائي والمرضى ومشاكل البطاله والناس اللي عايشه في المقابر والناس اللي مش لاقيه شكاره الكيماوي والناس اللي كانت بتشتري علبه المبيد ب 60 جنيه بقت ب 120 جنيه والناس اللي مش عارفه تصرف على اولادها في المدارس وكل الكلام ده. تسمح لي ارد؟ وانا طيب. اللي كنت عامله؟ ما انا اسمح لي ارد معاك. معاك. طيب اذا كان النسبه دي مثلا كانت نسبه 40%، دول 50%، كانوا 70% يا عم. طب دلوقتي بقت 100%. دلوقتي بقت 100%. حضرتك بس انا كنت متابع الحلقه من فوق، طبعا حضرتك ما شاء الله عليك يعني قوي. حضرتك كنت بتتكلم ان في ناس قليله الادب كسرت تقريبا او حطمت تمثال جمال عبد الناصر. طبعا. حضرتك كنت قاعد عمال تحطم رمز انا طلعت واتولدت في الدنيا عليه. يا عم حطم مين يا عم؟ رمز مين؟ ده هو جه رئيس جمهوريه غلط. مش لا لحظه واحده والله يا ابني جه غلط. لحظه واحده حضرتك يعني. طب انا غلطان. حضرتك ما ينفعش برضو يعني كست كبيره في السن زي سيده مصر الاولى السيده سوزان مبارك وتعيب فيها كده، دي مش حاجه كويسه. تقول ايه؟ سبب بسيط جدا، السيده الفاضله سوزان مبارك. مالك؟ ولا حضرتك نسيت شلل الاطفال اللي هي خلصوا من البلد يعني، ولا هي كلها شيطانه يعني واحنا ملائكه؟ شلل الاطفال؟ انت حضرتك هي اللي خلصتها؟ نسيت ان هي كانت قاده الحمله دي اللي عملت حمله شلل الاطفال؟ يا عم الله يهديك، ده هي اللي جابت لنا مرض الاطفال. هي اللي جابت يعني، كانت جابته الشنطه وهي جايه من امريكا بره مثلا. لا ما هي كانت بتروح تقول للناس انا عايزه ابقى ذكيه، فهم كانوا بيقولوا لها كده هتبقي ذكيه. طب برضه في نقطه حضرتك يعني عايز يعني احب اتحاور مع حضرتك فيها، مش حضرتك برضه كنت حزب وطني؟ ايوه. طيب اصل حضرتك ذكرت وكنت عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني. حضرتك يا فندم كنت عمال تقول السي في
وجيت عند الحزب الوطني رحت قايل قط، ما جبتوش خالص. لا، مين اللي قال لك كده؟ انا ما قلتوش قلتش ما ان انا عضو مجلس الشعب. ما قلتوش. انا دخلت على المؤهلات العلميه. طيب ما المفروض انما برضه انا حضرتك كنت كنت عضو انا مجلس بص الشعب يا في ابني، الوطني. انا كنت عضو في الحزب الوطني من